القاهرة درة الشرق الأوسط وأكبر مدنه وأجملها وعاصمة الوطن الحبيب، تمتزج فيها حضارة قرون وأجيال غابرة بنهضة مباركة حاضرة حققت لمصر قوة وعزة وكرامة، وأخذت ترقى بها إلى أعلى مراتب الحضارة والمدنية. القاهرة في دورها يعيش الناس في هدوء ومودة وصفاء، يظلهم أمن وحب وسلام، ولكن اختار الشر دار من هذه الدور لتكون مركزا لهيئة كانت تتخذ من الدين ستارا يحجب ما تدين به من مبادئ لا يقرها أهل الأرض ولا تحلها شريعة السماء، فهي مبادئ التعصب والإرهاب والقتل والتدمير. كان رواد هذه الدار يضللون الناس مدعين أنهم دعاة حق وإسلام، والحق أن الحق لم يعرفهم وأن الإسلام منهم براء. الحق أنهم استغلوا الدعوة السمحة الكريمة فيما حرم الله. الحق أنهم كانوا يرسمون الخطط للقضاء على أمن الوطن وسلامة المواطنين. نعم، كان هذا هدفهم وما قصدوا إليه، وكان هذا سبيلهم أن يطلقوا الرصاص ويفجروا القنابل وسط السكان الآمنين. تذكرون حادث شبرا وتذكرون أبشع صور للإرهاب والتدمير، وهؤلاء ضحاياه مصريون رجال وأطفال ماذا جنوا ليلقوا هذا المصير الفاجع؟ لكنه السراب الخادع والبريق الزائف الذي أعمى قلوب الطامعين وعقولهم وبصائرهم، وأوهمهم أنهم بهذه الأسلحة الفتاكة يستطيعون الوصول إلى ما يبتغون، فجمعوا كل ما وصلت إليه أيديهم. جمعوا كل ذلك ليشيعوا في البلد الآمن الوادع الفوضى والخراب، ليحيلوا هذه الحياة الجميلة إلى عدم، وهذه المباني الشاهقة إلى أطلال ينعق فوقها البوم. وكانوا في الخفاء يدبرون نسف كل المنشآت العامة. حتى المستشفيات لم تكن بعيدة عن أهداف التدمير والتخريب. كانوا يريدون أن تكون القاهرة إلى مثل ما كانت عليه يوم نكستها الكبرى، يوم تأمرت عليها الخيانة فأحلتها إلى خرائب وأنقاض، إلى مثل ما كانت عليه يوم 26 يناير عام 1952. ولكن الله سلم وكتب لهذا الشعب النجاة والحياة، فقد كانت هناك عيون لا تنام تسهر من أجل تحقيق الأمن والطمأنينة لأبناء هذا الشعب وحماية أرواحهم وما ملكت أيديهم. فلم تغفل عيون رجال المباحث العامة عن نشاط هؤلاء الإرهابيين، وكشفت جهودهم التي لن تنسى عن أجداس وأجداس من أسلحة الدمار والهلاك خبئت في شتى أنحاء هذا الوطن الآمن، في الأضرحة وقبور الموتى والدور الآهلة بالسكان، في حظائر الماشية وصناديق الزينة والثلاجات. وتوصل حفظة الأمن إلى كل هذه المخابئ وضبطوا كل ما فيها من أسلحة أعدت لتحقيق أطماع فئة ضالة أغراها بريق الجاه والسلطان، فتنكرت لهذا الشعب ولم تصن حرمته ولم تضع إرادته موضع اعتبار. ولكن إرادة الشعب من إرادة الله، فوقف المتهمون أمام محكمة الشعب ليصدر حكمه عليهم وعلى ما اقترفوا في حقه من آثام وما دبروه لكيانه من دمار وخراب، وليلقوا جزاء ما أعدوا ودبروا وقتلوا. وقال الشعب كلمته، فأدان منهم من ثبت اشتراكه في هذه الجرائم البشعة المروعة، وبرأ منهم من لم تثبت عليه تهمة، من اتقى ربه وعرف للوطن حقه. وحفظ الله مصر، مصر التي انتظرت طويلا مشرق النور والحرية، مصر التي لن تعود أبدا إلى الوراء، ولكنها ستسير وستسير دائما